بداية لا يسعني إلا أن أعبر لحضراتكم عن بالغ شكري وامتناني لكم جميعا على تلبيتكم الدعوة وحضوركم معنا في هذا اليوم الأغر المبارك زمانا ومكانا وحدثا. فالزمان هو اليوم الأول من العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله تعالى: والفجر وليال عشر من الشهر الحرام ذي الحجة. والمكان هو هذا الصرح الجامعي الذي يعرب بلسان حاله عن الجهود الجبارة التي توليها الدولة الجزائرية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن عموما وفي ولاية ورقلة خصوصا. وأما الحدث فهو حفل اختتام موسم جامعي حافل بالعطاء، موسم يتوج ما تم بذله من جهود صادقة وجبارة في كل المستويات، جهود يقودها رجال ونساء مخلصون لا يدخرون جهدا في خدمة العلم والعلماء في إطار تنظيمي متميز ورائد ومتناغم ضمن ثلاثية نجاح المدرسة العليا للأساتذة بورقلة: الأستاذ والطالب والإدارة. وأغتنم هذه السانحة لأتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأساتذة المتخرجين، متمنيا لكم مشوارا مهنيا حافلا بالنجاحات، وحاثا إياكم على مواصلة التكوين في الدراسات العليا تثمينا لمكتسباتكم التي اجتهدتم في تحصيلها بالمدرسة العليا للأساتذة. فأعلم كما يعلم أساتذتكم وأولياؤكم أن مشواركم لم يكن محفوفا بالورود، بل كان طويلا وشاقا. ولا أجد عبارة أصدق من أني شخصيا أتمنى أن أجد أبنائي تلاميذا لديكم، وسأتشرف بذلك مثلما أفتخر بتخرجكم اليوم. لا سبيل إلى عز الأمة ورقيها وازدهارها ونجاحها وتفوقها إلا بالأخذ بما يشحن الهمم ويقوي العزائم ويربط أمة بخالقها واتباع دينها والسير على نهج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. Thanks and appreciation to all the individuals who have guided and supported us throughout all these 5 years of hard work, dedication and commitment. First and foremost, as I stand here today to speak on behalf of the class of 2023, it is my pleasure that I seize this opportunity to extend my thanks and appreciation to Dr. Fawzi bin Brahim, the director of ONS Ouargla. Cette cérémonie représente un moment infiniment joyeux qui consacre l'ensemble de nos études menées jusqu'à ici et une étape vers notre avenir, une étape vers notre carrière professionnelle. À cette occasion, je pense pouvoir déclarer solennellement que nous sommes désormais de vrais professionnels qui sont prêts à prendre le relais.
على اختتام الموسم الجامعي 2022-2023 والعقد العام الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.